رمضان في مصر حاجة تانية، مش حاجة هطلة ولا حاجة هبلة، لا هي حاجة هبلة فعلا. رمضان في مصر حاجة هبلة. زمان كان الصواريخ والبومب دولت العيال الصغيرة بتجيبهم عشان يفرقعوهم في بعض بالحب ويطلعوا يفرقعوهم على السطح. دلوقتي شباب ناضج عاقل بيلعبوا حرب صواريخ قصاد بعض في الشارع. تقولش بقى الرجالة الكبيرة هتحوشهم، الرجالة الكبيرة هتقول لهم يعقلوا، الرجالة الكبيرة بتلعب معاهم. على الطلاق ده انا عندي في الشارع قامت حرب صواريخ، حرب صواريخ بيقتلوا في بعض. تقول مظاهرات يقولوا لك ايه بنلعب صواريخ. ناس كبيره يا اخي روح صلي التراويح انت وهو بدل ما انت زي الشحط واقفين مش لاقيين حاجه تعملوها في الشارع. شله عيال منافقه وكذابين ومحدش فيهم بيكلم حد ولا حد فيهم بيسال على حد، بس يروحوا مصورين لك فيديو هما بيلعبوا حرب صواريخ في الشارع ويكتب لك رمضان في مصر حاجه تانية. ولا البنات البت نازله بالعبايه السوداء وهوب هوب 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 وعماله بتولع في السلك وتعملها في الشارع. يا بنتي يا هبله يا بنتي، ده انت كبيره يا بنتي، ده انت لو اتجوزت تخلفي قدي ماسكه سلك وبتولعيه في الشارع زي العيال. وبالله عليكي يعني وانت رايحه تصلي التراويح مش لازم تلبسي العبايه المتجسمه الجامده الفجره ومش لازم برضو تبيني حته من الطرحه من شعرك يعني وتطلعي القصه. احنا عارفين ان انت مش قرعه. وشكرا جدا يعني كل سنه وانتم طيبين. ورمضان في مصر حاجه هبله هطله خاريه لكن مش تانيه لا.